اهلا وسهلا فيكم بهذا الفلوق الجديد. اليوم راح نصور لكم متجر كتير حلو بألمانيا، وكتير الناس يعني ما بتعرفه. فيه شغلات كتير حلوة وكتير بتلزم وضرورية وبسعر رخيص وأصلية طبعا. هلا راح نساوي جولة ونعرفكم على المحتويات والمواد اللي جوا الأكشن. وهلا راح نبلش من هون. هاي جلاسورات وشغلات اللي بتلزم الصور. هاي زينة للمنازل وإضاءة للسقف أو حوالي التلفزيون وهالشغلات. هون معدات التلوين والرسم بالألوان. هذا العمود عشان يحطوا اللوحات ويرسموا عليه الرسامين، وهي الألوان والمعدات تبع الرسم. هاي الصوف بأنواعه. هاي معدات التليفون، طبعا أرخص من المحلات تبع التليفون. وطبعا فيها قطع أصلية، يعني مو انه رخيصة معناتها انه القطعة ما هي اصلية. سماعات بلوتوث وغير بلوتوث. مسكات اتاري. وهي معدات المدرسة ومستلزمات المدرسة للأطفال. الدفاتر والجلود الملونة والرسمات والطبعات. هون طبعا كمان مستلزمات دراسية من تلوين ولزاق وهالشغلات. وهي معدات عشان اليوتيوبرية والتيك توكر. إضاءة، عمود الإضاءة عشان التصوير. وهي علب وصناديق لوضع المستلزمات والأشياء والعدد. هاي للتغليف. هون الأكياس والمعدات كمان. كتير شغلات مستلزمات المنزلية. هاي البوكسات عشان الأطفال يحطوا فيهم الأكل. أناني المي الدراسية اللي بياخدون الأولاد معهم على المدرسة. عدد كهربائية مثلا. هاي لساندويش الجبنة. منظفات بأنواعها. معدات المنظفات، بشاكير. معطرات. وفي عدد كهربائية من سخانات للشاي، خلاط، وكتير معدات للمطبخ، قلايات، طناجر. كتير فيه شغلات حلوة ومحروفة عن باقي المتاجر. والشغلات الضرورية هي جميع أنواع المناشف. هون عنا
الكاسات والصحون جميع أنواعها. طبعا زحمة، يعني هذا المتجر في ناس كتير ما بتعرفه، فحبينا ننوه عشان يستفيدوا منه. هون ألعاب النفخ والسباحة للأطفال عشان الصيف. وهذا عشان الرضع للحمام. وهون مواد زراعية، بذور عشان اللي حابب يزرع أي نوع، ومعدات للزراعة. مبيدات، زينة منزلية للحديقة. طبعا أنا عم بستعجل لأني فيه زحمة وفي عالم بتضايق وما بريدوا أصور، عشان هيك عم بستعجل بالتصوير. زينة منزلية. هاي مستلزمات هيك وضع للعصافير على الشجر، بيوت جاهزة. هاي شغلات يدوية، سلل. كتير أنواع من معدات التنظيف. ملابس، أحذية. معدات رياضية، مستلزمات. معدات تدريب. بروتين للدراجات، أناني أشياء طبية. متجر متكامل فيه كتير أشياء ضرورية وبتلزم بالحياة اليومية. هاي منظفات، شامبويات. هاي اللي بيهتم بالحيوانات، أكل الحيوانات، الكلاب والقطط. ملابس وأحذية للأطفال. اكسسوارات للأطفال. جميع أنواع الشامبويات من نيفيا ودوف. أديداس
وفيه قسم للأكلات للأطفال كمان بأسعار رخيصة. هون قسم للجوارب. وهي قسم للألعاب للأطفال. وهدول الجرر النيتروجين يلي بينفخ النفاخات بخلي البالونة معلقة بالسقف تطلع لحالها. هاي الجرر. الألعاب بأنواعها، مكعبات، ألعاب على البطارية، باربيات. سيارات على الجهاز وبأسعار كتير رخيصة مثل مو شايفين 12 يورو 13 يورو. بغير مكان أنا شايفها نفسها ب35، يعني نص السعر، وكلها مواد أصلية نفس اللي عم نشتريها من غير مكان. بس هذا المتجر ما كتير ناس بتندل عليه. وهون معدات الزينة والهدايا. إذا إنسان اشترى هدية هيك هون تغليف، قسم التغليف. معدات تلوين للأطفال والألعاب. كتير فيه شغلات حلوة. هون للمفروشات، أغطية للمفروشات، للسرير. وللمخدات. إن شاء الله تكون هالجولة عم بتنال إعجابكم وعم تستفيدوا منها، لأني في كتير ناس ما بيعرفوا الأكشن والشغلات الحلوة اللي فيه، اللي بيستفيدوا منها للمنزل بسعر النص عن باقي المتاجر. بس كتير ناس ما بتعرف هالشي. هاي قسم للملابس. والصمديات والأشياء يلي بتنوضع بالحدايق. الشغلات بتفيد اللي بيشتغل بالدهان، والعدد الصناعية والمستلزمات كامل أنواعها. زيوت
معدات للدراجات الهوائية من أقفال وكراسي ومستلزمات. فيه كتير شغلات حلوة. شو ريقو؟ في صمديات للمنزل كتير حلوة. هون عنا الساعات، لمباديرات، كتير شغلات تستفيدوا منها. وهون للزينة المنزلية. طبعا هي كلها مو طبيعية، صناعية، منظر تنوضع في المنزل. أحجار، صدف، بنحطوا منظر بالمطبخ. كتير شغلات هلا انا ما بعرفها، في عالم كتير مثلا بتشوفها بتعرف، يعني خصوصا النسوان، انه هي وين بتكون بالمنزل هالشغلة. في قسم للعطورات، هون للإضاءة، وصلات الكهرباء، سخان، شناتي السفر. هذا القسم دخلنا عليه قبل شوي. هون كمان معدات للمنزل مثل مناظر الفانوس القديم، اغلبها بيستعملوها للمحلات المطاعم اللي فاتحة جديد مثل الشرقيات، هيك منظر الفانوس القديم. وهي دف، شي بيستعملوه للفرم وشي منظر. واكسسوارات وصواني للمطبخ، ومناظر للمكاتب، مستلزمات المكاتب. الشمع. بصراحة هلا انا قدمت الفيديو، لكن في كتير شغلات يعني ما وقفت عندها، بدها شرح كتير وزحمة، وفي كتير ناس بصدفن انا وعم بصور، فهالشي بضايقن، يعني ما بريدوا يتصوروا. هاي المخدات وعدة المفروشات. بتمنى الكل يشترك بقناتي ويفعل زر الجرس. بتمنى يكون هذا الفيديو نال اعجابكم واستفدتوا منه، خاصة الناس اللي عايشين بألمانيا بشكل خاص، لكن هو الأكشن موجود بكل أوروبا. بس في كتير ناس ما بتعرفوا، حبينا ننوه عشان يستفيدوا منه، لأني أسعاره بنص القيمة عن باقي المتاجر، وبنفس الوقت أصلية، يعني ما بتختلف، يعني ما نوع تاني أو ثالث، لا نفسه. وتحياتي لكم بفلوق جديد. لا تنسونا من الاشتراك وتفعيل زر الجرس.